إحنا قبل كده شرحنا إزاي الموبايل بيشتغل من جوه، لكن هل عمرك سألت نفسك الكمبيوتر اللي قدامك دلوقتي بيشتغل إزاي من الداخل؟ تعالوا نبسطها مع بعض. أنا مصطفى، ودي قناة تعلم بترفيه. هدفنا نوصل المعلومة بشكل مبسط وبأقصى ما يمكن لأي شخص، وهدفنا كمان التعليم النافع لبلادنا العربية. جاهزين؟ خلينا ندخل جوه الكمبيوتر ونفك أسراره جزء جزء. المعالج السي بي يو، عقل الكمبيوتر، هو اللي بياخد الأوامر ويترجمها. الرام، تخيلها زي مكتبك المؤقت، كل ما كان أوسع شغلك يبقى أسرع وأسهل. الهارد أو SSD ده زي مخزن الذكريات، بيخزن ملفاتك وصورك وبرامجك. اللوحة الأم أو ماذر بورد زي شبكة الطرق اللي بتربط كل القطع ببعض علشان المعلومات تتحرك بسرعة. الباور سبلاي، القلب اللي بيضخ الكهرباء لكل الأجزاء، من غيره الكمبيوتر ما يشتغلش. طيب، إيه الفرق بين الكمبيوتر والموبايل؟ الكمبيوتر قوي وضخم، زي عربية نقل كبيرة، تقدر تشيل أحمال تقيلة. أما الموبايل صغير وخفيف، زي سكوتر سريع. الاتنين بيشتغلوا بنفس الفكرة، لكن الحجم والقوة هما اللي بيختلفوا. طب إيه اللي بيخلي الكمبيوتر أو الموبايل يشتغل أصلاً؟ العقل اللي بيدير كل حاجة، المعالج السي بي يو. استنونا في الفيديو الجاي عشان نفك أسرار المعالج ونشوف إزاي بيخلي كل ده يشتغل. ولو حابب تتعلم معانا أكتر وتستمتع، ما تنساش تتابعنا على كل منصاتنا: يوتيوب، فيسبوك، إنستجرام وتيك توك، علشان يوصلك كل جديد من قناة تعلم بترفيه.